من اكتر الحلقات اللطيفه وكانت مخيفه في نفس الوقت حلقه توم وجيري مع الساحره الشريره. مين شاف الحلقه دي؟ تعالى بقى زي ما احنا اتعودنا كده هنشوف الحلقه دي مع بعض وهنبتدي نختبر الليسننج بتاعنا. هتلاقي ناس دلوقتي بتتكلم في الحلقه، انا عايزاك تختبر الليسننج بتاعك، تشوف كده انت فاهم ولا مش فاهم. ده اول حاجه. تاني حاجه هنبتدي نتعلم شويه اكسبريشنز وكلمات جديده من الحلقه دي. يلا بينا. Well, Mr. Clumsy, every time you chase that mouse, you break something. بتقول له ايه؟ بتقول له well Mr. Clumsy, every time you chase that mouse you break something. بتقول له كل مرة أيها الأخرق بتطارد الفار ده، كل مرة تيجي تطارد فيها الفار ده أو تجري ورا الفار ده بتكسر حاجة. فكلمة clumsy دي أول كلمة عايزين نتعلمها النهاردة. كلمة clumsy يعني أخرق، متخلف، غبي، زي ما احنا بنقول كده بالعربي. chase يعني يطارد، يطارد حد اسمها ايه؟ chase. Every time you chase that mouse you break something. You break something بتكسر حاجة، بتكسر حاجة. Here, clean it up. Here clean it up. Here clean it up يعني خد نظف اللي انت كسرته. Clean it up. طيب واحدة واحدة. هو بيغيظها يعني ايه بيغيظها؟ يغيظ حد يعني اسمها tease. فقلت Tom is teasing her. Tom is teasing her يعني توم بيغيظها. تعال نكمل بقى. And it better not happen again. And it better not happen again. And it better not happen again. وأحسن لك الموضوع ده ما يتكررش تاني. لما أجي أقول لحد أحسن لك، الأفضل ليك إن الموضوع ده ما يتكررش تاني، بنقول اسمها إيه؟ It better not. It better not. It better not. It better not happen again. طيب أول حاجة بص له كده. هو هنا دلوقتي بيكنس الأرض. يكنس الأرض يعني إيه يكنس؟ إيه الفيرب اللي أنا ممكن أستخدمه؟ اسمها sweep. فأنا عايزة أقول إن توم بيكنس الأرض، هقول he's sweeping the floor. He's sweeping the floor. طيب هو بيستخدم إيه في إيده؟ بيستخدم مقشة وجاروف. مقشة يعني ايه بقى؟ بنقول عليه ايه بالانجلش؟ اسمها broom. طيب في نفس الوقت ماسك جاروف اللي بنلم عليه التراب ده. يعني ايه بقى جاروف؟ اسمها dustpan. تعالى بقى معايا كده، بص شوف هو لقى ايه في الجريدة. بص لقى اعلان. الاعلان ده مطلوب فيه. تعالى نقرأ الاعلان الاول وبعدين نترجمه. بيقول wanted intelligent cat to act as a traveling companion for elderly lady. apply in person. وكاتبين العنوان. يعني ايه؟ بيقول مطلوب قطة ذكية. intelligent cat يعني قطة ذكية عشان تكون to act as ايه بقى؟ عشان تكون ايه؟ traveling companion. يعني ايه traveling companion؟ يعني رفيقة سفر. تكون رفيقة سفر لمين؟ for elderly lady. يعني ايه؟ لامرأة مسنة. عشان تكون رفيقة سفر لامرأة مسنة. apply in person يعني التقديم بشكل شخصي. قدم بشكل شخصي على العنوان اللي هم كاتبينه تحت ده. يلا نكمل. المفاجأة بقى العنوان اللي راحوا. بص شوف البيت عامل ازاي اللي هو زاره. عايزين نوصف البيت ده عايزين نقول ان هو بيت شكله قديم ومسكون يعني اسمها old haunted haunted يعني مسكون. old haunted house. يلا نكمل. الباب بيفتح وبيقفل لوحده. Just a minute. I'll be right down. Just a minute يعني ثانية واحدة. I'll be right there. هكون عندك حالا. I'll be right there يعني ثانية واحدة وهكون عندك. Just a minute. I'll be right there. يلا بينا نوصف المشهد ده. يلا عايزين نقول عجوز ساحرة راكبة على مقشة سحرية. ساحرة يعني ايه الأول؟ كلمة ساحرة يعني witch. مقشة سحرية يعني قلنا مقشة يعني broom. فسحرية magic broom. فأقول a witch is riding on a magic broom. So, you want to be my traveling companion, eh? يعني ايه بقى؟ هي المفروض ان هي تقول so بس هي تقريبا عشان سنانها طايرة بقى عشان هي عجوز وكده فقالت show. هي المفروض so you want to be my traveling companion, eh? انت بقى عايز تكون رفيق السفر بتاعي. You want to be my traveling companion, eh? هي تقريبا النطق بتاعها تقريبا قريب شوية للفرنش، او هي بتتكلم تقريبا كأنها لهجة فرنسية شوية، ولكن هي الكلمة دي أصلا كلمة رفيق يعني companion. فكنا دايما نوصف صحابة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بنقول the prophet companions يعني صحابة النبي. فتاني اسمها إيه؟ companion.
Well, you don't look much like a witch's cat to me. فهمت حاجة؟ فهمتي قالت له ايه؟ طب لو انت عايز تختبر نفسك جربها تاني كده وكررها تاني واسمعها. Well, you don't look much like a witch's cat to me. تقول له well you don't look much like a witch's cat to me. بتقول له انت شكلك ما يجيبش شكل قطة ساحرة ابدا. You don't look much like a witch's cat to me. انت شكلك مش شكل قطة الساحرة ابدا. That's better. That's better. That's better. طب أنا عايزة أقول إن هي خوفته أو رعبته. كلمة يخوف أو يرعب اسمها freak him out. freak him out. فأقول she freaked him out. she freaked him out. Let's go, Buster. Let's go, Buster. Buster دي بقى أنا مش واثقة من الكلمة دي عشان أكون صريحة معاكم. Buster دي اللي هو اسم المقشة، بتكلم المقشة بتاعتها، هي مسميها كده، ولا هي قالت let's go faster والنطق بتاعها مش واضح؟ الله أعلم، اللي عارف يقول لي. Look out there, Sonny. انا بقى المشهد ده ما كنتش بفهمه، يعني انا وانا طفله كنت اجي اقف عند المشهد ده وافقد بقى الفهم من هنا. انا مش فاهمه هي بتوري له ايه، بتقول له ايه؟ look out there Sonny. look out there Sonny. بص كده، هي تقريبا بتسمي القط بتاعها صني، الله اعلم هي سميته كده، سمت توم صني، ايا كان. بتقول له بص بره كده، look out there Sonny. You'll be number 8 if you don't hang on tight. You'll be number 8 if you don't hang on tight. انت هتبقى رقم 8 لو انت ما مسكتش فيا او تمسكت كويس. كلمة hang on tight يعني يتمسك فيها قوي. فتاني you'll be number 8 if you don't hang on tight. بتقوله يعني انت هتموت، خلاصة الموضوع يعني بتقوله انت هتموت وهتدفن هنا لو انت ما مسكتش فيا كويس. Here we go. Here we go. Here we go يعني يلا بينا. Here we go. المهم بقى هي هتاخده دلوقتي بقى في فسحه وتفسحه فسحه حلوه كده. تعالوا نشوف بقى هتقول له ايه لما يرجعوا. Not bad, Sonny. You get the job. تقول له not bad Sonny, you get the job. انا مش عارفه هي مسميها صاني ولا ساري، بس ايا كان عشان نطقها غريب. فبتقول له not bad يبقى مش وحش، ادائك مش وحش، خلاص انت حصلت على الوظيفه. You get the job. You get the job. You sleep over there. You sleep over there. You sleep over there. انت هتنام هناك كده، هتنام في الحته اللي هناك دي. المشهد كانه من فيلم رعب. فيلم رعب بقى بالمناسبه، يعني نقول حد فيلم رعب اسمها horror movie. horror movie. عايزه اقول بقى ان هو بيرتعش من الخوف. بيرتعش من الخوف، يعني بقى يرتجف خوفا. ممكن اقول quiver with fear. quiver with fear دي ممكن نقول عليها، وممكن اقول عليها tremble with fear. tremble with fear. أو ممكن أقول بقى shiver with fear. shiver with fear. فأنت عندك 3 expressions، اختار الأنسب ليك واحفظها. المهم هياخد المقشة ويروح لمين؟ يروح للفار عشان يضرب الفار ويرز الفار ويضايق الفار بالمقشة اللي هو جابها. تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل لما الساحرة تكتشف ان هو خد المقشة من وراها. Well, I'll give you a real ride. Stealing a ride. Hey, I'll give you a real ride. I'll give you a real ride. أخدت المقشة لفيت بيها لفة يعني ride. كلمة لفة أو ركوبة يعني ride. فبتقول له stealing a ride، أنت سرقت المقشة بتاعتي وأخدت بيها لفة. I'll give you a real ride. أنا بقى هديك لفة بجد عن حقيقي بقى. فهي شكلها هتمرمطه. I'll give you a real ride. I'll give you a real ride. مين فيكم بقى كمل الحلقة وشاف هي هتعمل فيه ايه بجد، والموضوع في الاخر هينتهي بايه؟ الحلقة فعلا interesting جدا وكانت مميزة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لطفولتي، فأتمنى ان انت تكون استفدت. احنا دلوقتي قوينا الليسننج بتاعنا، اتدربنا على اكسنت جديده خالص اللي هي الاكسنت بتاعت الست العجوز دي، وفي نفس الوقت اتعلمنا شويه اكسبريشنز جديده، وده بالظبط اللي احنا بنعمله هنا مع بعض في كورس السيمي برايفت. في كورس السيمي برايفت بنبتدي نوصف الاحداث بقى بالكامل، يعني هو كان بيعمل ايه وبعدين شاف ايه وبعدين لما راح للساحره، بنبتدي نحكي كل الاحداث دي بالانجلش، بنتعلم اكسبريشنز وفي نفس الوقت بنقوي الليسننج بتاعنا. والاهم من ده ان احنا بنشتغل على جزئيه النطق والصوتيات عشان النطق بتاعك ما يبقاش انجليزي مش مظبوط، مخارج الاصوات بتاعتك مش صح، فده احنا بنشتغل عليه. والاهم من ده بقى يعني هي بالنسبه للاولويه بتاعتنا هنا في الكورس هي جزئيه السبيكنج، الكونفرسيشن، ان انا لما اتكلم ما اكونش بفكر وبتهته واقعد اجمع الكلام واخد وقت طويل.
وهكذا. فلو انت مهتم ان انت تنضم لينا في كورس السيمي برايفت اللي بيكون معاك 3 اشخاص بس، فانت تقدر تسيب كومنت او تبعت مسج عشان تعرف كل الديتيلز.